هنتكلم النهارده على مرض شهير جدا من امراض الشرج اللي هي البواسير. نسبه كبيره من الناس جدا بتعاني من البواسير، والبواسير دي ليها 4 درجات زي ما احنا عرفنا في فيديوهات سابقه قبل كده، ان البواسير ديت عباره عن تمدد في الاوعيه الدمويه في منطقه الشرج. الاوعيه الدمويه دي بتكون شرايين واورده، وديت ليها 4 درجات حسب ان هي درجه بسيطه، درجه اولى او درجه ثانيه اللي هي ما بتكونش لسه ظهرت خارج الشرج، درجه ثالثه اللي هي بيبتدي يظهر تورم خارج الشرج اثناء التواليت وبعدين بتختفي، الدرجه الرابعه اللي هي موجود صوت حاجه بارزه من الشرج على طول باستمرار. يعني العرض الاشهر عرض ليها البواسير اللي هو النزيف، بيجي دم مع التويلت، دم بسيط او بعد الحمام، او في حكه جلديه بيبقى فيه هرش بسيط حوالين الشرج. والحقيقه تشخيصها عند ظهور اي عرض من الاعراض ديت لازم نتجه لطبيب متخصص لجراحه الشرج. العلاج بيختلف، في المراحل الاولى ممكن يكون علاج بدهانات او اقراص او حاجه بتاع الاحتقان. بنشوف السبب الرئيسي المسبب للمشكله اللي هي البواسير ديت ايه اللي عملها، هل في حاجه امساك مزمن، طبيعه الاكل، مفيش نسبه الياف عاليه ديت بتسبب الامساك، والامساك اي حاجه فيها ستريننج او المريض بيضطر ان هو يعمل مجهود علشان يعمل تواليت او بيقعد على التواليت فترات طويله، ودي اكتر حاجه على فكره بسبب مشكله اللي هي بتجيب البواسير، القعده في الحمام فترات طويله بسبب وبدون سبب. حتى لو في امساك نحاول ان احنا ما نقعدش على التواليت اقصى حاجه 5 دقائق، ما نقعدش فتره طويله على التواليت، ده بيكون سبب رئيسي في حدوث البواسير. علاج البواسير اللي هي المراحل بقى اللي هيحتاج فيها تدخل دلوقتي، طبعا الحاجه الحديثه واللي هي زي ما بنقول عليها طفره حصلت في علاج امراض الشرج، استخدام الليزر. الليزر مختلف تماما، علشان اكتر الناس بتسال السؤال دوت عن جهاز الدايسيرمي الكي الكهربائي اللي كنا بنستخدمه الاول في العمليات. الدايسيرمي ده بيستخدم ان هو بيستأصل البواسير وبيسبب جروح، وجروح الحقيقه دي بتسبب الم جامد جدا بعد العمليه، وبتقعد فتره طويله شهر وممكن اكتر مع بعض الناس لحد ما يحصل التئام للجروح دي. الليزر ده دلوقتي ما فيهوش جروح نهائي، ما فيش الم بعد العمليه خالص، بالكتير يومين 3 بيبقى فيه احساس بتقل خفيف او احساس بحرقان بسيط، واهم حاجه ان هو ما فيش جروح. ما فيش جروح ده العيان بيخرج اولا بعد العمليه ب3 ساعات من المستشفى، وهي ما نعتبرهاش عمليه كبيره، دي عمليه بسيطه وممكن بنجريها ببنج موضعي او بنج كلي او نصفي حسب الحاله الصحيه للمريض، لكن ان هي ممكن نقوم بالعمليه دي ببنج مخدر موضعي، وده الحقيقه حاجه مهمه جدا لكتير من الناس. في ناس حالتها ما بتسمحش ان هي تاخد بنج اصلا كلي او نصف، فان احنا نقدر نعمل العمليه دي بمخدر موضعي بسيط والمريض يخرج بعد العمليه ب3 ساعات ويمارس حياته طبيعيه تماما في نفس اليوم. تاني يوم ينزل شغله، تاني يوم ممكن يروح ينزل البحر، ممكن يرجع للجيم لو شباب بيلعبوا جيم، يعني يرجع للجيم عادي جدا بعد 3 ايام، خلال 3 ايام الاسبوع بالكتير بيرجع للجيم، واهم حاجه انا ما عطلتوش عن شغله وان مفيش الم. طيب ازاي بقى يا دكتور هتعمل لي اللي بيسالنا على طول باستمرار على الصفحه السؤال ده، ايه يا دكتور هو الليزر يعني سحر ده هتشيل لي البواسير وهتعملها ومفيش جروح ومفيش اي حاجه؟ هو مش سحر، لكن هي تقنيه علميه حديثه جدا. الليزر ده جهاز بيولد شعاع الليزر، ليزر حقيقي بيوصل للمريض عن طريق مايكرو فايبر، حاجه فايبر 600 مايكرو، حاجه دقيقه جدا بنستخدمها في العلاج. احنا ما بنستأصلش بواسير بيها خالص، اللي المايكرو فايبر ديت بتخش جوه الاوعيه الدمويه اللي قلنا اللي هي مكونه للبواسير، عباره عن اورده وشرايين متمدده المنطقه اللي حوالين الشرج، فالمايكرو فايبر دي بتدخل جوه الاوعيه الدمويه دي، الشرايين والاورده، بتعمل تجلط للدم وبتدمر الجدار الداخلي ليها، فبيبتدي يحصل على طول زي ما بنقول كده شرانكن في ساعتها، او اللي هي بتنقبض وبتنكمش خالص ويحصل تليف وبتختفي البواسير تماما. يعني اثناء العمليه بيحصل من 50 ل 70% البواسير ديت، المنظر اللي كان موجود وتضخم واوعيه متضخمه وحاجه مدلدله، من 50 ل 70% بيختفي منها فورا اثناء العمليه. الباقي بيختفي تماما على مدار اسبوعين اللي هم تاليين للعمليه، وهو دي بتبقى طريقه علاج. مفيش جرح نهائي، ان انا دخلت المايكرو فايبر دي من خرم بسيط جدا ودمرت اللي هي الشرايين والاورده المسببه للبروز البواسير اللي هي المريض بيشوفها، يبقى انا منعت النزيف وعملت ضمور تام للبواسير دي وتختفي تماما. وهي دي الطفره بتاعه الليزر اللي بنستخدمها، طبعا يعني نتائج مذهله بالنسبه للمرضى اللي عملوها وبيشوفوها، ان يحس ان هو ما عملش حاجه خالص في خلال من 10 ل 15 دقيقه اللي هي الوقت اللي بنستخدمه في اجراء الجراحه واستخدام جهاز الليزر، وبعد كده المشكله بتنتهي تماما. كل ما احنا نتجه للدكتور بدري بيبقى التشخيص بدري، بيبقى النتائج احسن وافضل بكتير، والوقت اللي بنستخدمه اقل، والوقت اللي ما بعد العمليه اللي المريض محتاجه تقريبا ما فيش وقت للتعافي، المريض بيمارس حياته طبيعيه تماما. كنت معاكم النهارده دكتور اكرم ميلاد، استشاري الجراحه العامه وجراحه الشرج والقولون وعلاج امراض الشرج بالليزر. تابعونا في فيديوهاتنا القادمه ان شاء الله.